الزمالك وبيراميدز الفرقتين اللي صدعونا بقالهم سنتين ثلاثه. التحكيم 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 موجه للاهلي، البطولات بتروح للاهلي بالتحكيم. هو التحكيم إيه اللي بيحصل فيه؟ التحكيم دلوقتي بقى عليه سكر عشان الاهلي مش في البطوله. الناس اللي صدعتنا بيانات وتصريحات واعتراضات على كل حاجه بيعملها التحكيم، فجاه اتحاد الكوره بيعلن عن حكم مصري لنهائي كاس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يعني بطوله، يعني ما ينفعش فيها اي شك من اي جهه. المفروض ان انا بشك فيها. والفرقتين ما اعترضوش على كده، الفرقتين اعترضوا على حاجه تانية خالص. الفرقتين اعترضوا على ميعاد الماتش. ليه بقى ميعاد الماتش؟ علشان ميعاد الماتش ده هيخلي الموسم يخلص في قبل 2/6، علشان الموسم لما يخلص قبل 2/6 يبقى الاهلي عنده فرصه يسجل لاعيبته المحترفه الجديده اللي هو جابهم، علشان باب القيد لا يمكن يتفتح والموسم لسه شغال. تبص بقى على الكلام ده تلاقي ان الناس دي ما عندهاش اي نية لاصلاح اي شيء، ولا حتى عندهم نية ان هم يكسبوا او ياخدوا حقهم او اي حاجة. هم نيتهم حاجة واحدة بس: الاضرار بالنادي الاهلي. المسرحية بقت واضحة قوي، والكل بقى شايف كل البلاوي اللي تحت الستارة. اعتقد ان في كلام كتير قوي محتاج يتقال في الفترة اللي جاية. لو عايز تعرف تابعنا.